السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ معاكم سيرو من قناة سيرو كيرو. اللي اول مرة يشوفني قناتي ما ينساش يعمل سبسكرايب للقناة ويفعل الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد، ولايك وشير لاصحابكم عشان الكل يستفاد. النهاردة الفيديو عن ازاي نعزل قطعة الكونكريت بعد ما صبناها في القالب وسبناها نشفت حوالي اسبوع. بما اننا في الشتاء بنطلعها بعد القالب من القالب بعد ساعة، وبعدين نسيبها في الهواء والشمس لمدة اسبوع على الاقل. تمام. وبعد ما نتأكد ان هي جفت تماما وطلعت كل الرطوبة والمية اللي فيها نبتدي نعزلها. تمام. مش قبل كده. هنعزلها بايه؟ هنعزلها بورنيش من شركة GLC، ورنيش مائي شفاف، وده اللي هو اللامع، بيدي لمعة للقطعة. في منه المط بيخلي القطعة لونها مطفي. تمام. انا جبت اللامع. هنبتدي ناخد شوية ونحطهم في طبق. تمام. في ناس بتحب تخففه بمية وفي ناس لا. انا هعمل كده على طول، مش هخففه بمية. هناخد شوية في طبق ونقفل الباقي عشان ما ينشفش. الورنيش ده بنجيبه من عند اي موان. تمام. هنبتدي نعمل القطعة دي، وده الغطا بتاعها. ما بين كل طبقة وطبقة بنسيبها ساعة. تمام. ساعة او ساعة الا ربع تنشف. ماشي. ممكن نعمل بفرشة، بس يفضل ان الفرشة تكون ناعمة عشان ما تعملش خطوط، او نعمل بالهاند بلندر اللي هي السبونج الهاند بلندر بتاعة الميك اب. بيقولوا ان هي بتبقى كويسة قوي وما بتعملش الخطوط. فانا هجرب بالفرشة الاول. تمام. وهشوف، والنتيجة لو عملت خطوط هبتدي اعمل بالهاند بلندر. انا شايفه ان اللي بالفرشه حلو، مش عامل اي خطوط، فهكمل بالفرشه. خصوصا ان العلبه نفسها مطلعه كده وفيها خطوط، فالفرشه حاسه ان هي هتخش في الخطوط دي احسن من الهاند بلندر. نحاول نمشي في اتجاه واحد، ما نفضلش رايحين جايين. ناخد بقيه العلبه.
ودي كانت طريقة عزل القطعة بالورنيش. طبعا زي ما قلتلكوا هنسيبها ما بين كل يعني طبقة او طبقة، بنسيبها في حدود ساعة او ساعة الا ربع. تمام. انا هعزلها 3 طبقات، هسيب ما بين كل طبقة ساعة. تمام. وبعد كده بعزلها بقى من جوه برضو نفس القصة. وبعدين اذا كنت بقى بلونها او بحط لها اللي هو اللون اللؤلؤي او اي لون تاني، برضو بحط الالوان كذا لون، بين كل لون ولون اسيبها تنشف تماما. وبعد الالوان برجع اعزلها طبقتين تاني. يا رب يكون الفيديو ده عجبكم، وما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة عشان يوصلكم مني كل جديد، وتفعلوا الجرس على وضع الكل، ولايك وشير كتير عشان الكل يستفاد. تمام. انا هسيبها تنشف واخلص بقية الطبقات، ولما اجي اعمل باللون اللؤلؤي هكمل لكم بقية الفيديو. باي باي.